أنا قلت لكم أنا لن أطيل كثيرا ولن أفصل في كل ما جاء في الخطاب الجميل والرائع، وهو من أجمل خطابات الملك محمد السادس، وأكثرها معلومات وحاجات تبشر المغاربة بالخير إن شاء الله. أنا يعني أولا قبل أن أكون، أنا لست مغربيا، لكن على مستوى الدين كان هناك بعد ديني في الخطاب، حتى أنه يعني قال أن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى أشياء كثيرة وتجاوز تحديات وعقبات كثيرة. وإننا نحمده تعالى على ما أنعم به علينا من عونه وتوفيقه، حيث تمكنا من تحقيق العديد من المنجزات ومن مواجهة الصعوبات والتحديات. وطالب المغاربة جميعا أن يتمسكوا في ظل، وهذه عبارة خطيرة قالها، قال في ظل اهتزاز منظومة القيم والمرجعيات. في ظل اهتزاز منظومة القيم، العالم كله مضطرب، في الأنشذوذ، في إلحاد، في بلاوي، في أفكار، في كذا. في ظل اهتزاز منظومة القيم والمرجعيات، طالب المغاربة أن يتمسكوا بماذا؟ أولا قال بالقيم الدينية، عضوا على الدين بالنواجذ، قال لكم الملك، يقول لكم الدين 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 الدين، ثم القيم الوطنية وكذا. شعبي العزيز، في ظل ما يعرف العالم من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات وتداخل العديد من الأزمات، فإننا في أشد حاجة إلى التشبث بالجدية بمعناها المغربي الأصيل. أولا للتمسك بالقيم الدينية والوطنية وبشعارنا الخالد الله الوطن الملك. وهو بدأ خطابه بكلمة جميلة جدا، وهي خصوصية من خصوصيات المغرب، وأعتقد أنه ما في أحد يمكن أن يعني ينافس المغرب في هذا الشيء، وهي التلاحم بين العرش والشعب. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد أنعم الله تعالى على بلادنا بالتلاحم الدائم والتجاوب التلقائي بين العرش والشعب، وهو ما مكن المغرب من إقامة دولة أمة تضرب جذورها في أعماق التاريخ. أيوة، هو وصاكم أيضا بصياغة الروابط العائلية. الملك محمد السادس ذكر كلام خطير، وانتم تقرأوا ما بين السطور في مسألة، أعود إليها مرة ثانية، اهتزاز منظومة القيم والمرجعيات. يقصد الفتن القائمة في هذا الزمن، إلحاد، شذوذ، خروج عن الدين، خروج عن المألوف. يقول لكم امسكوا بثوابت الدين وثوابت الوطنية، وصياغة الروابط العائلية، الأسرة. يقول لكم الأسرة هي الأساس، هي المتينة، هي التي ستبقى، هي التي ممكن أن تصون الذي ينشأ في أسرة محترمة. وهو يضرب مثال، شوفوا هو عياله في بيته كيف ابنه بار بوالدي، يعني يقول لكم الأسرة ثم الأسرة ثم الأسرة المغربية. شعبي العزيز، في ظل ما يعرف العالم من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات وتداخل العديد من الأزمات، فإننا في أشد حاجة إلى التشبث بالجدية بمعناها المغربي الأصيل. أولا للتمسك بالقيم الدينية والوطنية وبشعارنا الخالد الله الوطن الملك. ثانيا في التشبث بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد. ثالثا في صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك. رابعا في مواصلة مسارنا التنموي من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. أكثر الرسائل، وهذه واحدة من الأشياء الجميلة في الخطاب، أنه ركز على الإنسان المغربي. ذكر المغاربة في العموم، ثم ذكر الشباب، ثم ذكر المرأة، ثم ذكر العائلة والروابط العائلية. شيء جميل أنه حريص عليكم، حريص عليك. والمغاربة معروفون والحمد لله بخصال الصدق والتفاؤل وبالتسامح والانفتاح والاعتزاز بتقاليدهم العريقة وبالهوية الوطنية الموحدة. والمغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل. واليوم وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى هذه الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى
التي يستحقها المغاربة. فالشباب المغربي متى توفرت له الظروف وتسلح بالجد وبروح الوطنية دائما ما يبهر العالم بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم. فقد قدم أبناؤنا بشهادة الجميع وطنيا ودوليا أجمل صورة حب للوطن والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي، وأثاروا مشاعر الفخر والاعتزاز لدينا ولدى كل مكونات الشعب المغربي. والله ما بين السطور هذه العبارة تحديدا اكتبوها وحللوا لنا. يطلعوا مشايخ الدين عندنا في المغرب ولا المختصين في علم النفس وفي علم الاجتماع وفي هذه الأمور يعملوا محاضرات في هذا العبارة التي هي خطيرة، وينبغي أن تقرأوا ما بين السطور. في ظل اهتزاز منظومة القيم والمرجعيات يحثكم الملك بالدين والوطن والعائلة. اهتزاز، طلعوا. أتمنى المفكرين حقنا واللي فاهمين في هذا الفكر، خليكم انتم السياسيين، انتم يمكن ما تفهموا في هذا، نطلع واحد كذا مفكر مغربي يطلع يقول لنا هذه ماذا يقصد الملك باهتزاز منظومة القيم في العالم، وخايف عليكم تنجرفوا يا مغاربة. أقول لكم هناك اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات. فهموا والله أن هذا ما بين السطور. أنا أعتقد هذه أخطر فقرة، لأنه إذا اهتزت المجتمعات اهتزت البلدان. هو يراهن عليكم، يراهن على الشعب المغربي، على الإنسان المغربي أن لا ينجرف في ظل اهتزاز القيم ولا في ظل اهتزاز المرجعيات ويظل كما هو. ركزوا، هناك رسائل يقولها هذا الملك هي فعلا بحاجة إلى أن تقف عندها. هي من حيث الواضحة واضحة، لكنها بحاجة إلى تفصيل. نتمنى من الجميع الإخوة في علم الاجتماع، في علم الشريعة، أن يبينوا لنا هذه الجزئية تحديدا، وهذا طلب. وأنا سأستضيف ناس، أشيروا علي أنتم بآخرين، بناس مفكرين يفكوا لي هذا الإنذار الخطير في ظل اهتزاز منظومة القيم والمرجعيات في العالم. أهيب بجميع الشعب المغربي أن التمسك بالدين وقيم الدين والوطنية. حاجة خطيرة ومهمة جدا، ينبغي أنه نقف عندها. تحياتي لكم وأراكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.